في ليلة شتوية كانت الدنيا ظلمة والدنيا ساكتة، وفجأة دوم الطفل كريم صحي مفزوع وقال: ماما، في حاجة وقعت. ممته ضحكت وقالت له: دي مش حاجة وقعت يا كريم، ده اسمه الرعد، وده طبيعي جدا يحصل لما في برقة. بس كريم ما اقتنعش وقال: بس الصوت قوي جدا. الصوت ده جاي منين؟ وإزاي بيطلع؟ وساعتها بدأت الحكاية. لما بيحص برق، وهو شرارة كهرباء ضخمة في السماء، بيعدي في الهواء بسرعة رهيبة، والهواء حوالين البرق بيتمد فجأة جدا بسبب الحرارة العالية. الصوت القوي اللي بنسمعه اسمه رعد، وده نتيجة تمدد الهواء ده بسرعة كبيرة جدا، فيعمل صوت انفجار. يعني ببساطة، البرق هو الضوء، والرعد هو الصوت اللي بيجي بعديه. كريم قال: يعني ما فيش حاجة تخوف؟ ممته قالت: طبعا لا، بس لازم نبقى في مكان آمن لما بنشوف برق. وسأل كريم: طب الحكاية الجاية عن إيه؟ وده سؤال نسيبه ليكم. إيه الحكاية اللي حابين نسمعها الحلقة الجاية؟